انتهى لغز الساحل رسمياً بنهاية مؤسفة هزت أركان القيادة المشتركة. فرق الإنقاذ تنجح أخيراً في الوصول إلى جثمان الجندي الأمريكي الثاني المفقود، لتطوى بذلك الصفحة الأكثر غموضاً وتشويقاً في مناورات الأسد الإفريقي لهذا العام. نجحت فرق الإنقاذ أخيراً في الوصول إلى الجندي الأمريكي الثاني المفقود بضواحي طنطان. عملية العثور على جثمان الجندي تمت يوم الثلاثاء 12 من مايو بعد 7 أيام كاملة من غيابه وسط المغارات البحرية الوعرة، ويعود للجندية الشابة ماريا سيمون كولينغتون البالغة من العمر 19 عاماً. هذا التطور الحاسم جاء بعد 6 أيام من العثور على زميلها الأول الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور البالغ من العمر 27 عاماً، والذي رصدت فرق الإنقاذ جثمانه يطفو فوق مياه الساحل يوم السبت 6 من مايو في تمام الساعة 8:55 صباحاً بعد 4 أيام من اختفائه. القصة الحزينة تعود إلى مساء يوم السبت 2 من مايو في تمام الساعة 8 ليلاً خارج أوقات الخدمة الرسمية. الجنديان كانا في رحلة سير ترفيهية لمشاهدة الغروب فوق جوف كاب درعا الصخري قبل أن تزل قدم أحدهما ويسقط في مياه الأطلسي الهائجة ليلحق به زميله في محاولة إنقاذ بطولية، لكن التيارات البحرية العاتية جرفتهما معا لتبدأ أضخم عملية بحث شارك فيها أكثر من 1000 جندي مغربي وأمريكي بالمسيرات والكاشفات الحرارية. القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أكدت رسمياً أن الحادث عرضي تماماً ولا وجود لأي خلفيات غير قانونية أو استهداف عدائي. الراحلان جرى نقلهما إلى المستشفى العسكري بجليميم وخضيا بمراسم توديع عسكرية مهيبة داخل المطار العسكري قبل أن يتم شحنهما على متن طائرة عسكرية خاصة متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.